السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى في فيديو جديد، ويلا بقى كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض. معانا بقى بامية كده هنخزنها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة بقى كده غسلنا البامية وصفيناها من المية كويس، وبعدين بقى قمعناها كده بالشكل ده. هنيجي بقى كده في حلة على النار فيها مية. اول ما المية تبدأ تغلي هننزل على طول بالبامية بتاعتنا في المية. شايفين بقى البامية وجمالها ولونها جميل جدا. ما تنسوش بقى يا حلوين تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده. بعد بقى ما قلبناها كده في المية اللي بتغلي هنبدأ بقى نعمل ايه. هنجيب بقى ليمونة او ليمونتين على حسب كمية البامية، ونبدأ بقى نعصر الليمون كده على البامية. ده بقى بيخلي لونها جميل جدا، وبيخلينا برضو لما نحفظها في التلاجة لونها ما يغيرش ابدا. شايفين بقى لونها جميل ازاي؟ وهنقلبها بقى كمان تقليبة كده، واول ما تبدأ تغلي على طول هنطفي عليها النار بقى، ونيجي بقى في مية ساقعة جدا او مية بتلج ونضيف فيها بقى البامية على طول. شايفين لونها اخضر وجميل ازاي؟ اول بقى ما نحطها في المية اللي بتلج بالشكل ده كده يا حلوين، هنطلعها بقى كده اول ما تبرد خالص ونسيبها تصفى كويس من المية، او نحطها على فوطة ونتأكد انها نشفت كويس. وبعدين بقى كده هنجيب اكياس تلاجة ونحط بقى في كل كيس كده على قد طبختنا، ونخرج الهواء من الكيس ونربطه بقى ونفرده بالشكل ده كده في الكيس. وبكده بقى نكون خلصنا تخزين البامية يا حلوين. معايا بقى كده كيس كنت مخزناه برضو قبل كده، شايفين لونه مغيرش خالص ازاي؟ لونها اخضر وجميل. البامية دي برضو انا كنت مخزناها، شكلها ولونها ما غيرش ابدا. ولما نكون بقى فاردين الحاجة في الكيس بالشكل ده كده يا حلوين ما بياخدش معانا اي مكان في الفريزر خالص. وبكده بقى نكون خزنا البامية بتاعتنا يا حلوين. قولولي بقى رأيكم ايه في الفيديو ده. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، ولو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.